سلقت العيش مع البصل وما تخيلتش ان اعمل حاجة كلنا بنعشقها من كل المطاعم، نفس طعم المطاعم بالظبط، وكمية كبيرة وطلعت موفرة. انا اكتشفت ان المطاعم دي بتكسب قوي. اسلقي العيش مع البصل وادعيلي وهتعملي احلى اكلة بتحبيها من اي مطعم. بجد تحفة وموفرة، وطلعوا فعلا بيكسبوا كتير قوي من وراها. وانا اقول ايه كل دي؟ بيحطها لنا في الاطباق. زي ما انت شايفة هتجيبي لي بصلة كبيرة وتسلقها لي في مية، وبعد ما تسلقيها وتتهرى هتقومي جايبة العيش وتقومي حطاه. انا بحط على البصلايه الكبيره 4 ترغيفه فينو. لو ما فيش عيش فينو فلقيت عندي العيش التوست ده وقرب ينتهي الصلاحيه خلاص، فقلت ايه قبل ما ينشف احطه كده ايه واعمل بيه طحينه. لو عندك عيش فينو بايت، عيش فينو ناشف، هيمشي معاكي ويقضي الغرض. عيش فينو او عيش توست يا بنات، مش بعيش بلدي. زي ما انتوا شايفين كده سلقت العيش بالبصله، والعيش شرب كل الميه بتاعه البصل واخد طعم البصله. تعالوا بقى ناخد الصينيه الحلوه دي ونشوف هنحط عليها ايه. هنحط عليها كوبايه زيت، وهنحط نص كوبايه صغيره من عصير الليمون زي ما انتوا شايفين، وعندي راس توم صغيره انا مقشراها اهو هحطهم برضو. تعالوا بقى نحط التوابل بتاعتنا. هنحط شويه حلوين من الكمون، وهنحط شويه حلوين برضو من الشطه. لو ما بتحبيش الشطه خلاص استغني عنها، بس لازم يتحط فيها شطة وكمون. وهحط رشة بسيطة من الفلفل الاسود وحبة ملح حلوين عليهم برضو اهو. وهجيب ربع كيلو من الطحينة عشان احطها على الكمية دي. ربع كيلو طحينة خام، بصوا اهو. هتعملي كمية كبيرة من الطحينة، هتضربي بقى كل ده كده في الكبة او في الخلاط، وهتعملي كمية محترمة من الطحينة بتاعة الحاتي وبتاعة الطحينة بتاعة المطاعم اللي بتحبي تاكليها في اي مطعم. نفس الطعم ونفس الريحة. دي مقادير حد شغال في حاتي كبير. عايزة اقول لكم حاتي كبير جدا مشهور في مصر، حد كان شغال عنده وقال لي على طريقة الطحينة. انا عايزة اقول لكم بقيت اعملها لان انا بحب الطحينة بتاعة المطاعم، واشيلها في علب صغيرة واشيلها في الفريزر. كل ما تخلص اطلع علبة زي ما انتم شايفين. عملت الكمية دي وهفضيها في علب صغيرة واشيلها في الفريزر. هسيبها تبرد واوريكم القوام بتاعها. هي كده سخنة زي ما انتم شايفين، هي كده بردت اهو. بصوا القوام بتاعها، قوام الطحينة بتاعة المطاعم. وهرش بقى من فوق شوية شطة وشوية كمون. وألف هنا وشفا على طحينة المطاعم. سارة هو احنا ينفع نحط الكمية دي في التلاجة؟ لا، هتاخدي كمية على قد الغدا بتاعك، هتعمليها على عبوات صغيرة على قد الغدا بتاعك مثلا، او الوجبة بتاعتكم، او انت عارفة انتوا هتاكلوا قد ايه. بتحطيها في علب زي علب الزبادي كده، العلب البلاستيك دي، وتشيلها في الفريزر. وقت ما تعوزوا منها بتطلعي من الفريزر.